واحد من الأسئلة المهمة اللي ممكن تيجي في الامتحان. تابع معايا. بيقولك find the length of diagonal of a square. يعني هو أول حاجة عاوز اللينس بتاع الدايجونال بتاع السكوير. بيقولك إيه بقى؟ الاريا بتاعة السكوير ده هي ايكوال الاريا بتاعة الرومبس. ومديك خواص الرومبس عندنا إيه؟ بنجيب دايجونال ب4 ودايجونال ب25. واحدة واحدة تعالى نجيب الحاجات اللي هو مديها لنا. هو دلوقتي مدينا الاريا بتاعة الرومبس. كل البساطة إن احنا هنعوض في القانون. هنقول له إن الاريا بتاعة الرومبس الاريا اوف رومبس. الكلام ده عندنا بيساوي ايه يا مستر؟ كنا قلنا في الفيديو بتاعنا اللي فات انها الهاف في الدي 1 في الدي 2. فبالتالي هتبقى عندنا الهاف باي الفور باي ال 25. الكلام ده كله عندنا بيساوي كام؟ بيساوي 50 سنتيمتر سكوير. يبقى احنا عرفنا ان الاريا بتاعت السكوير بتاعنا اريا اوف السكوير اللي هو ما قلناش عليها بس احنا استنتجناها لان هو قالك الاتنين ايكوال. بتساوي كام؟ بتساوي 50 سنتيمتر سكوير. وكنا خدنا قانون جميل قوي بيقول لنا لو عاوزين نجيب الدي لوحدها فالدي بتبقى ايكوال روت ال 2 a. واحنا عرفنا الايه بكام؟ ب 50. يبقى عندنا روت ال 2 باي ال 50. تطلع الاجابه عندنا بكام يا مستر؟ تطلع الاجابه عندنا ب 10. سؤال برضو من الاسئله اللي هو بيحب يجيبها في الامتحان. بيقدر سمبليفاي ان سمبلست فور ومديك كوس باور 2 وكوس عادي. هنعمل كوس باور 2 ده ازاي؟ سهل يا مستر. كنا بنقول ان احنا بنعمل اكس باور 2 يعني الاول باور 2 بلس الفيرست باي السكند باي 2. فنقوم عاملين ايه؟ نقوم عاملين ال 2 باي الاكس تبقى 2 اكس باي 2 كمان هتبقى 4 الاكس بلس ال 2 باور 2 اللي هي 4. الكلام ده ماينس هندخل الاكس هنا والاكس هنا فهتبقى الاكس باور 2 ماينس 4 اكس. هتلاقي حاجه جميله قوي. ال 4 اكس النيجاتيف راحت مع البوزيتيف والاكس باور 2 راحت مع النيجاتيف اكس باور 2. اتبقى عندنا من الاجابه بتاعتنا 4 بس. يبقى احنا عرفنا دلوقتي شكلين من الاسئله اللي ممكن يجوا في الامتحان. ولو عايز تشوف أسئلة أكتر من كده إن شاء الله في مراجعة أنا منزلها تقدر تشوفها دلوقتي من اللينك. وما تنساش تركز كويس في الأسئلة علشان متوقع إنها تيجي في الامتحان. سلام.